يا أرحم الراحمين 7. دي رواية يظلهم الله في ظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من دول؟ إمام عادل، حاكم عادل. شوف مكانة الحاكم العادل فين؟ الإمام العادل الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته في ظل عرش الملك. إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله. الله، أبشر أيها الولد والابن الحبيب، يا من استعليت على شهواتك، يا من استعليت على الشبهات وقبضت على الدين وكأنك تقبض على الجمر وسط هذه الفتن. أبشر، والله العظيم بشرة، لو حبست نفسك حتى تلقى الله والله لا يساوي هذا في جانب هذه البشرة أي شيء. حبيبنا المصطفى يصف الجنة. طب والنبي شافها؟ ده دخلها. بتقول ايه؟ بقول لك النبي دخل الجنة، رآها رأي العين ودخلها ورأى ما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم. رآها وهو في الدنيا ورآها وهو في ليلة الإسراء والمعراج. أيوة، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف مد إيده كده عاوز ياخد حاجة وبعدين رجع تكعكع، يعني تأخر تاني. الصحابة استغربوا قوي. بعد ما خلص النبي بيقولوا له يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم تفعله، رأيناك تناولت شيئا ثم تكعكعت أي تأخرت. فقال الحبيب رأيت الجنة وتناولت عنقودا منها. الله أكبر، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. اوصف لنا الجنة يا رسول الله. قال ايه؟ خلي بالك، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. بناء الجنة بقى طوبة ذهب وطوبة فضة. طوبة ذهب وطوبة فضة. طب بالله عليك يا أخي، بالله عليك عاوزك تتصور معايا لبنة طوبة ذهب وطوبة فضة. المونة اللي بين الطوبة الذهب والطوبة الفضة تبقى ايه؟ تبقى طين؟ مستحيل. طب تبقى اسمنت؟ والله مستحيل. امال تبقى ايه؟ تبقى مسك. الله، مسك. الله، لبنة من ذهب ولبنة من فضة وميلاطها. الميلاط يعني المونة. شوف كلام سيدنا النبي حلو وجميل ازاي. احنا يعني اهو الله يسترنا، انما شوف كلام النبي وميلاطها المسك. المونة بين الطوبتين مسك. يا خبر ابيض. طيب امال الطوب بقى والحصى اللي في ارضية البناء الذهب والفضة واللي بمسك ده، الحصى في الارض يبقى ايه؟ وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان. طب والتراب مسك، والحشيش الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس. فيه نعيم ما فيش. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري لا يبولون ولا يتغوطون. ما فيش لا بول ولا غائط في الجنة. الله، إيه مش هناكل ولا ايه؟ انت هتاكل وتنبسط وتبقى تمام ما شاء الله. انت ما عليك بس تشتهي شيء الا تقول سبحانك اللهم، ما تطلبش، انت بس سبح سبحانك اللهم تجد ما اشتهته نفسك امام عينيك وبين يديك. أنا عاوزك بقى تتصور الحسن والجمال التي سيهبه من وهب الحسن ومن وهب الجمال لامرأتك من أهل الجنة. هتبقى وضع تاني خالص. هل رضيتم؟ أنتم راضيين؟ هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول العزيز الغفار أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الملك أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال فيكشف الحجاب وحجابه النور. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا
أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. جلت قدرة الرحمن. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. رفيقته ويغريها، وتحلو الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها.